لا زلنا معكم في هذه السلسلة المباركة من الشبهات التي أتى بها الشيعة للقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والجواب عليها. هذه النظرية وهي نظرية عدالة الصحابة جميعا وكلهم عدول في مدرسة الصحابة بمختلف اتجاهاتها الفكرية والعقدية والسياسية وغيرها، كلهم يعتقدون بأن الصحابة جميعا عدول بلا استثناء من غير أن يستثنى منهم أحد. فإن مدرسة الصحابة تعتقد بأنه من ثبت أنه صحابي في جملة واحدة، يعني من ثبت أنه رأى النبي فقط صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن يثبت أنه وبأي طريق كان ثبت هذا، فإنه تثبت له العدالة المصطلحة في الأبحاث الفقهية، وهذا على مستوى هذه الدنيا وهذه النشأة، ويثبت أنه من أهل الجنة قطعا وجزما على مستوى النشأة ماذا؟ الآخرة. بعبارة واضحة، التفتوا جيدا، بعبارة واضحة، هؤلاء يعني مدرسة الصحابة تعتقد بمجرد أن يثبت أن الإنسان كان صحابيا تثبت له عاصمية وتثبت له ماذا؟ النجاة من النار. خلاص بمجرد أنه صحابي إذن هو ماذا؟ إذن هو عادل عدالة تامة أولا، وثانيا من أهل الجنة ماذا؟ بلا شك ولا ريب. إذن معنا الأخ أبو مصطفى من الإمارات، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سماحة السيد. مرحبا بكم. بجميع الكتب اللي قرأتهم أو بالروايات اللي قرأتهم ما لاحظت إنه أحد من الكتاب استثنى المنافقين اللي رأوا. لا يوجد. ما حد يوم استثنى المنافقين الذين رأوا رسول الله أو نقلوا عنه وعاشروه، فعندما يتردون على الصحابة أجمعين ألا يشمل المنافقين بهذه الطريقة؟ نعم يشمل أخي العزيز، يشمل للمنافقين، يشمل كل من ارتكب ذنبا وإثما وشرب خمرا وأقيم عليه الحاد في زمن رسول الله أو بعد رسول الله، ويشمل كل من لعنهم رسول الله، ويشمل كل من أمر رسول الله بقتلهم، ويشمل بنصوص الصحيحة في روايات الصحابة، في روايات مدرسة الصحابة التي قالت أن رسول الله لعن 3 لعن 5 لعن 6. هؤلاء النصوص وطردهم رسول الله من المدينة. هذا العنوان الذي أشرت إليه يشمل جميعهم. أنا أقول رأس مال الرافضة هو الشبهات. رأس مال الرافضة هو الشبهات. إذا أرادوا أن يكسبوا إنسانا إلى مذهبهم وعقيدتهم رموا له شبهات. أننا عندما نقول بعدالة الصحابة لا يعني ذلك أن الصحابة لا يخطئون، ولا يعني ذلك أن الصحابة لا يعصون، ولكن ماذا تعني لما نقول الصحابة عدول؟ العدل من كثر خيره على شره، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أن خيرهم وفضلهم وعطاءهم وبذلهم أكثر من خطئهم لو حصل منهم خطأ. الخير الذي بذلوه أنفسهم أرواحهم، هذا كله يغفر ويمسح ما يصدر من بعضهم من مخالفات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما ارتكب بعض الصحابة مخالفة حاطب بن أبي بلتعة، قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن مسألة الخطأ والمعصية التي ارتكب حاطب بن أبي بلتعة غفرت بحسنة بدر. إذن حسنة بدر حسنة تمحو تلك السيئات. إذن القاعدة الأولى لا تعني العدالة عندنا، العصمة، لأن الشيعة يجعلون ترابطا وتلازما بين العدالة والعصمة، فيقولون ما دام أنكم تقولون بعدالة الصحابة فيلزم أنهم معصومون. لا، من قال هذا؟ أصلا أنتم لم تفهموا ما معنى العدالة، وإلا فمعنى الآية الكريمة الله يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا ذوي معصوم؟
ما معنى العدالة في الناس الآخرين؟ يعني لا يخطئون، لا يذنبون؟ لا، ليس هذا هو المعنى، وإنما معنى من كثر خيره على شره فهو العدل، وهذا حاصل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يحصل خطأ من الصحابة، خطأ معين، معصية معينة، لكن ينفخ الشيعة فيها ويزيدون عليها ويجعلون من الحبة قبة، وكما قيل تمخض الجبل فولد فأرا. يعني نفخ في هذه الشبهة، يعني في هذا الخطأ، ويضخمون الأمر العظيم، وهو غاية ما في أنه خطأ، صدر خطأ معين من الصحابة، غفر الله له، عفى الله عنه، عنده حسنات ماحية، فينفخون على هذه الشبهة. عتاب الله عز وجل للصحابة أو لبعض الصحابة لا يقتضي ذمهم أبدا. فإذا عاتب الله عز وجل الصحابة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فعتاب الله لهؤلاء الصحابة لا يقتضي ذمهم، كما عاتب الأنبياء بقول الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وقال: عبس وتولى. إذن عتاب الله عز وجل للصحابة لا يقتضي تنقصهم ولا يقتضي ذمهم، وإنما من باب العتاب الذي لا يقتضي الذم، كما أنه لا يقتضي الذم في حق الأنبياء كذلك لا يقتضي الذم في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سوء الفهم وسوء الطوية وسوء النية يجعل هذا العتاب كبيرا، فلماذا لا يجعل في حق الأنبياء وجعل في حق الصحابة؟ وقاعدة تقول: من كان صحابيا فهو غير منافق. من كان صحابيا فهو غير منافق. لا يجتمع النفاق والصحبة، ونقصد بالصحبة الشرعية لا اللغوية، لأن الصحبة اللغوية تطلق على المنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن عندنا صحبة لغوية، الصحبة اللغوية هذه يشترك فيها المؤمن، يشترك فيها الكافر، يشترك فيها المنافق. لكن نحن نريد أن نتحدث عن الصحبة الشرعية، الصحبة التي مترتب عليها المدح ومترتب عليها أمور شرعية. إذن كل صحابي صحبة شرعية ليس منافقا، فعندما نقول هذا صحابي ليس منافقا. لماذا؟ لأننا لو جئنا إلى تعريف الصحابي ما هو من لقي النبي مؤمنا به ومات على ذلك. إذن هذا هو الصحابي عندنا. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي، صحبة شرعية. طيب عبد الله بن أبي بن سلول هذا الصحابي صحبة لغوية ليست شرعية. هل يمكن أن نفرق بين صحبة علي بن أبي طالب وبين صحبة عبد الله بن أبي؟ فنقول من حيث الصحبة اللغوية يشتركان، لكن من حيث الصحبة الشرعية لا شك أن علي بن أبي طالب عنده الإيمان. إذن فعلي بن أبي طالب صحابي شرعا ولغة، أما عبد الله بن أبي فهو صحابي لغة فقط وليس صحابي شرعا بمعنى المصاحبة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. عن يوسف أنه قال لهم: وقال وما صاحبكم بمجنون، قال له صاحبه وهو يحاوره: كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فالصحبة اللغوية لا تقتضي مدحا أصلا، الصحبة اللغوية لا تقتضي مدح، وإنما المدح والثناء والفضل في الصحبة الشرعية التي نتحدث عنها. فالصحابي الذي نقصده ونعنيه هو الصحابي شرعا. أما لغة نحن لا نتحدث عن الصحابة لغة، نتحدث عن الصحابة شرعا الذي فيهم المدح والثناء. إذن القاعدة تقول: من كان صحابي فليس منافقا، والدليل عليه قول الله عز وجل في كتابه الكريم: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. إذا كان الله عز وجل أنكر ونفى أن يكون المنافقين من الصحابة، فكيف نحن نأتي نخلط خلط ونقول هنا المنافق يكون صحابي والخلط بين المنافقين والصحابة؟ استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.